حادث وفاة شاب على يد راقي شرعي خلال جلسة طرد جن في اليمن. قبل اي تفاصيل لايك للفيديو، اشترك وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. شهدت مدينة إب القديمة وسط اليمن حادثة مروعة اسفرت عن وفاة الشاب علي محمد القاسم بعد تعرضه للعنف الجسدي من قبل شخص يمارس ما يسمى بالرقية الشرعية في جلسة علاجية تحولت إلى مأساة. وقالت مصادر محلية أن المدعو نبيل حارس الذي يعمل كراقي شرعي أجرى جلسة للشاب القاسم بزعم مساعدته في التخلص من مس شيطاني، مدعيا أن جسده مسكون بجني يدعى عياش. وأظهرت مقاطع فيديوهات وثقها الحاضرون استخدام الراقي لأساليب عنيفة، من بينها الضغط بالقوة على عنق الشاب أثناء قراءة آيات قرآنية وقبل أن يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة وسط صدمة وذهول من المتواجدين. وعقب الحادثة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وفتحت تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات الواقعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة. وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى تنظيم عمل الرقاة ومحاسبة من يمارسون الشعوذة والعنف تحت غطاء ديني، مؤكدين أن ما حدث جريمة تستوجب أقصى العقوبات. الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل الواسع حول ممارسات بعض الرقاة الذين يتجاوزون المفهوم الشرعي للرقية إلى ممارسات بدنية ونفسية قاسية تفتقر لأي أساس ديني أو علمي، وقد تعرض حياة الناس للخطر. وأكد مختصون في الشرعية أن الرقية الشرعية الصحيحة تقتصر على تلاوة آيات من القرآن الكريم والأدعية النبوية بنية الشفاء والتوكل على الله، دون اللجوء إلى أساليب عنيفة أو سلوكيات غير منضبطة لا تمت للإسلام بصلة. وقد طلبت العديد من الأصوات المجتمعية الحقوقية في إب بضرورة تشديد الرقابة على مدعي الرقية وسن التشريعات تضمن محاسبة كل من يعبث بأرواح الناس تحت غطاء ديني. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.